طبعًا أول ما بطولة أفريقيا بتبدأ يا جماعة طبعًا، الواحد كزملكاوي يعني تحس إن كده بُص، في حاجة غلط، واجع ضرسك، سِنِّتك مكسورة، في حاجة كده مدوشاك ومرخّمة عليك حياتك. ده كله بس أول ما تعرف إن الزمالك هيلعب في دوري أبطال أفريقيا. إحنا طبعًا بنفرح يعني وبنزغرط يا جدعان وكل حاجة إن الزمالك هيلعب في أفريقيا، بس كل سنة أنتم شايفين الزمالك بيحصل فيه إيه. فنتمنى السنة دي الزمالك يضبط كده وما يهرتلش هو الحاج فريرة ولا يتفزلك و3، 4، 3 عم فريرة. مطلب جماهيري أصلًا، يعني دي مطلب جماهيري يا عم فريرة. فأنت تسمع الكلام عشان أمّا تخسر تقول هم اللي هم عايزين، ما لكش دعوة، إحنا هنشيل الليلة بس تسمع الكلام. 3، 4، 3 عم فريرة وتثبّت زيزو وأبو الفتوح وكتّر خير الدولة على كده. وتشوف لك مهاجم بقى عشان عم سامسون ده إحنا زهقنا منه. أنا عن نفسي أنا ما عدتش عايزه. سامسون ده هن هندّيك غرقانة بداله، سيبك من السماسين. فنتمنى كده جماهير الزمالك ما حدش يقول السادسة وبتنادينا وكده، عشان انتوا فاهمين كل سنة الزرط والعجن بتاعكم بيحصل والسادسة تقترب، وده احنا ملوك القارات كلها. في الآخر الزمالك بيخسر، فهنهدى كده، نعدي كل دور نعديه تفرحوا، كل دور نعديه تفرحوا. ما عديناش ادوار منديل وتمسح الدمعتين وتقعد في جنب كده ونتفرج على الاهلي الزرط والعجن بتاع الاهلي. طبعا يعني الاهلي مش محتاجين نتكلم عليه ولا على مجموعته. ليه؟ في واحد هيقول لي ليه؟ اقول لك ليه يا عم الحاج. لان الاهلي الزرط والعجن شغال معاه على طول، حكام معاه، ملاعب معاه، ساعة بيولوجية معاه، جرت الامور كما خطط لها. يعني الاهلي ما تقلقش عليه. ليه؟ لسه قايلين الحظ والزرط والحكام والكرة والملعب والنجيلة والعمدان بتاعت الملعب، كل ده مع الاهلي. فانت اطمنوا يا جماهير الاهلي، كده كده جماهير الاهلي مطمنه ادام لقيت صن داونز. احنا بقى ولا بنطمن ولا بنلاقي اي فريق، ما تفهمش يعني احنا حظنا عامل ليه كده.